تعرف منين الكوتش اللي بيكلمك فاهم ولا هبيد؟ اول حاجه، اول ما بتخش الجيم بتاعه بتبتدي تشترك بيديك ورقه تغذيه تبتدي تمشي عليها. انت الورقه دي بتديهاني بناء عن ايه؟ انا ولا قلت لك اهدافي، ولا قلت لك جيناتي، ولا قلت لك جسمي بيعمل ايه، ولا بيحرق قد ايه، ولا بيعمل قد ايه، ولا انا عايز ابقى ايه. تاني حاجه، لما بيقول لك انت عايز تضخم ولا عايز تنشف بتقول له انا عايز اضخم، بيقول لك تمام ماشي، انا عندي 40 نظام هبعتهم لك وانت تنقي اللي انت عايزه. انقي اللي انا عايزه ازاي؟ وكل جسم مختلف عن التاني، كل جسم مختلف عن احتياجات الجسم التاني. تالت حاجه تعرف بيها ان الكوتش بتاعك هبيد، لو انت بقالك فتره كبيره بتتمرن في الجيم وما يظهرش عليك اي نتيجه بيبتدي يقول لك ما انت مستحيل يظهر عليك، لازم تاخد مكملات او تاخد سترويد. رابع حاجه، كل لما بتقول له سؤال بيرد عليك بسؤال. بتقول له مثلا انا سمعت يا كوتش ان كتر البروتين ممكن يتحول لدهون، يقول لك مين اللي قال لك كده؟ طب ما تجاوبني على السؤال تعرف السؤال ده صح ولا غلط. بيحاول يتوهك جدا على السؤال اللي هو مش عارف اجابته. فلو لقيت الكوتش بتاعك بيقول لك حاجه من اللي انا قلتها لك دي، اعرف ان الكوتش بتاعك هبيد ومش فاهم حاجه. لنصايح كتيره في مجال التغذيه والفتنس تابعني واستنى بارت 2. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. بس كده افتكر دايما ان الرياضه فن مش عنعنه.